عمرك جربتي تحولي قلم رصاص عادي لشخصية كرتونية؟ النهاردة هنعمل مع بعض فكرة لذيذة جدا. هنحول القلم لسبونج بوب. النهاردة هوريكم خطوة بخطوة ازاي نزين القلم الرصاص بشكل سهل وبسيط. اول حاجة عندنا هنحتاج جسم سبونج بوب. انا هنا استخدمت سبونج فعلا سفنجة مقاسها 5.5 في 6.5، والارتفاع ممكن يبقى 1.1.5. بعد كده هنجيب قطعة فوم اصفر وهنلفها على المستطيل اللي احنا قطعناه ونلزقها. طبعا هنقص اول حاجة شريط بني صغير هنلزقه في الجزء اللي تحت من الاسفنجة زي ما انتم شايفين كده، بحيث ندينا شكل البنطلون. وشريط تاني بني وهنلف بيه برضو السبونج بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده، اكننا عملنا البنطلون. لو حابة تنفذي الفكرة ومش متوفر الاسفنجة، ممكن نستخدم بدلها فل، او ان احنا نجيب علبة كرتون ونعملها بنفس الشكل اللي احنا استخدمناه بنفس المقاسات، او ان احنا نستخدم علبة كبريت مثلا. بعد كده قصيت شريط ابيض صغير ولزقته فوق البني على طول كأنه القميص، وبعدين قصيت شريطة حمراء رفيعة هنرسمها بشكلها بسيط خالص ونقصها ونلزقها كأنها الكرافات المشهورة بتاعته. كده الجزء اللي تحت خلص. طيب الخطوة اللي بعد كده هنعمل وش سبونج بوب. هنجيب فوم اصفر ونقصه بالشكل ده، هنعمل له فيه موجة بسيطة كده بحيث يدينا نفس الشكل سبونج بوب. وبعدين هنجيب العينين. احنا كنا عملنا قبل كده عينين من شرايط الدواء، هبقى انزل لكم الفيديو بتاعه. هنلزقها، او لو مفيش عيون ممكن بالقلم ونعملها. وبعد كده هنقطع قطع بني صغيرة فوم ونعمل بقه، ونحط سنان صغنونة لونها ابيض، وممكن نحدد السنان كده بقلم اسود بسيط. كده ناقص لنا مناخير سبونج بوب، عايزين نخليها بارزة شوية، فهنقص قطع صغيرة مستطيلة وقطع دائرية او بيضاوية شوية وهنلزقهم في بعض، وبعدين نلف القطع المستطيلية دي شوية ونلزقها عشان يديني ارتفاع كده لمناخيره. بعد ما خلصنا كده الوش جاهز عندنا، هنلزقه ونلزق كمان ظهره كده، يبقى سبونج بوب جاهز عندنا. باقي بس ان احنا هنعمل بعض اللمسات البسيطة في القلم نفسه عشان يبقى شكله حلو قوي. انا جبت هنا الورق الذهبي ده. الورق الذهبي ده بيبقى موجود في طبق الحلويات، انا الحقيقة استخدمته وبيتباع برضو. اخدته من طبق الحلويات وبحطه في ظهره دبل فيس بحيث نقصه بالشكل اللي احنا عايزينه ونلزقه على طول على القلم او في اي استخدام. انا هنا قصيته على شكل سحابة صغنونة كده، قصيت كذا واحدة ولزقتهم، وبعدين قصيت مستطيل علشان نلفه حوالين القلم اللي هنلزق فيه السبونج بوب، عشان ده قلم رصاص وفيه استيكة من ورا وحابين نستخدم الاستيكة. مش هنلزق الفوم في القلم دايركت، هنلزق الفوم في بعضيه بحيث نقدر نشيل الشكل ونحطه تاني. زي ما انتوا شايفين كده احنا لزقناه. بعد كده هنلزقها بسبونج بوب اللي احنا عملناه، وبعد كده القلم يكون جاهز عندنا. كده القلم الرصاص العادي اتحول لسبونج بوب صغير ولطيف وجميل. بصراحة النتيجة شكلها حلو قوي والأطفال هيفرحوا بيه جدا. لو جربتوا الفكرة قولولي في التعليقات تحبوا أعمل أي شخصية كرتونية تانية على القلم، وما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل الأفكار الجديدة، وكمان شاركوا الفيديو مع أي حد بيحب سبونج بوب. شكرا لمتابعتكم وأشوفكم على خير في فيديو جديد.